بدايه رحلتك مش محتاجه فيلم هندي، حاول الوصول الى لويندي. تقريبا من اللي انا فهمته ان انا محتاج اوصل للويندي. انا ما اعرفش غير لويندي واحد، هجرب اكلمه. انا ما اعرفش غير يوسف لويندي واحد بتاع التك. اوف. فانا خليني اكلم يوسف لويندي. انت حاطط كل تون؟ مش حاطط كل تون؟ ايه يا يوسف يا لويندي؟ هو انت كمان جالك الظرف بتاع ذا سويتش؟ انا جالي ظرف ذا سويتش ومكتوب فيه ان معاك تاني دليل، وهم كاتبين ان انا لازم اوصل للويندي. ما اعرفش لويندي غيرك. لا بصراحه انا كمان ما اعرفش، افتكرتك انت اصلا هتكلمني تقول لي. لا بص، هو شكلنا كده احنا الاثنين اللي جالنا موضوع ايه ذا سويتش والتشالنج. فانا هقول لك على حاجه، قول لي ايه رايك اجي لك الاستوديو ونشوف الموضوع ده؟ يا باشا، الاستوديو ينور، تعال. خلاص انا جاي. المفروض دلوقتي ان انا متجه للاستوديو عند لويندي، ومعايا شكري في العربيه دلوقتي بيصورني. المفروض ان لويندي هو اللي هيساعدني في التحدي، وهو اصلا ما يعرفش حاجه. ربنا يستر. فين الظرف؟ يا عم قول صباح الخير اول، في ايه؟ فين الظرف؟ لقيت الصديق دلوقتي وقت الطريق. نوت في البدايه كومبيو ساينس. هو مين كاتب الكلام ده؟ انا بسال نفس السؤال زيك. ما انت لو كنت فتحت الظرف ما كنتش انا ضربت المشوار ده انت كله. قلت لي انا جاي، فقلت خلاص لما تيجي نفتح الظرف سوا ونشوف ايه يلا يلا يلا. مساء الخير، كنا جايين لك عشان احنا لقينا ظرف وكنا جايين لك عن طريقه. انت لويندي وانت بوكسر صح؟ ثانية واحدة. تحدي مستنيك وانت محتاج تجهز. مهمة اليوم اختار اللابتوب اللي يناسبك. انا كنت حاسس ان لابتوب والله. اول ما لقيت الموضوع فيه ظرف كومبيو ساينس ولويندي قلت هو لابتوب. انا عايش في فكرة الصراحة. طب دلوقتي بيقول لي انا محتاج لابتوب، اجيب ايه؟ بص، انت لو داخل تحدي انت لازم تجيب لابتوب البروسيسور فيه يكون جامد جدا. طب انت ايه اجمد لابتوب جيمنج عندك؟ يا عم بكون واقف معاك السؤال ده. انا هاخد ده. هو ده الاسوس توب جيمنج اف 15؟ مظبوط يا فندم. طب انا عايز واحد. لحظات هيكون معاك يا فندم. بقول لك ايه، انا بحب اللابتوب ده جدا. ده جيل 12 14 كور 20 ثريد، ممكن تسجل الجيم بلاي بتاعك، والبطاريه 90 واط، يعني بطاريه جامده جدا تقعد معاك شويه حلوين. دوس. انت عارف اخترت لك اللابتوب ده ليه يا بجوزه؟ ليه؟ بص تعالى نعمل انبوكسنج ونتكلم عليه اكتر في الاستوديو عندي، ماشي؟ عامة البروسيسور هنا لذيذ قوي. كوره 7 جيل 12 14 كور زي ما قلنا و20 ثريد. كارت الشاشه هو الار تي اكس 3070، ده بيدي اداء في الالعاب جامد جدا، وكمان في الايديتنج الكودا كورز ال 5120 كودا كور هتساعدك جدا. وعامة الشاشه الريزولوشن بتاعها هو كيو اتش دي وبتوصل لحد 165 هرتز، فده اداء جيمنج روش جدا. الهارد ديسك 1 تيرا اس اس دي، والبطاريه هنا 90 واط اور. 90 واط اور يعني بتقعد معاك شويه حلوين، وعامة الماكسيمم في العالم بتاع البطاريات هو اصلا 100، فاحنا قربنا جدا ليها. الرامات هنا 16 جيجا بايت، ولكن الفكره مش في العدد، الفكره في انها دي دي ار 5 ودي توصل لحد 4800 ميجا هرتز، وده يعتبر اولموست دبل سرعه الدي دي ار 4 رام. واخيرا اللابتوب بيجي بميلتري جريد سيرتيفيكت، يعني اللابتوب ده تقدر تاخده في حتت في افريقيا فيها رطوبه جدا او الحراره تكون عاليه او حتى ساقعه، اللابتوب ده بيقدر يستحمل حاجات زي كده. انا كده كده اصلا كان عاجبني اللابتوب ده اول ما شفته، يعني جامد والله يا رامي. بس انا يعني بقالي حبه قاعد معاك وعايزين نكمل بقيه التحدي. صراحه انا عامه برضه في حاجه غريبه لاحظتها، لقيت ورقه جوه هنا افتكرتها بتاعه اللابتوب، بس واضح ان هي عليها لوجو التحدي ف ليها معنى. وريني كده. دلوقتي انت جاهز للتحدي الكبير، شغل لابتوبك واستنى رسالتك.